السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم علم النساء مع آدم. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ندعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي واحد لايك باش تشجعوني. تنقدم لكم اليوم واحد الوصفة هائلة ورائعة لإزالة الشيب من الشعر والحفاظ على لون الشعر الأساسي. أتبان لكم النتيجة من أول استعمال. ما نطولش عليكم ويلا نبداو على بركة الله. ونبداو بسم الله. تنحتاج على بركة الله الى قشور رمان. انا عندي هنايا قشور رمان مجفف، انا جففتها في البيت باش كان الرمان كنت ناكل رمان وتنخليها. انا قمت بتجفيفها في البيت وطريقه التجفيف ديالو كالتالي: تتغسلي هذا الرمان وتتحيدي ليه هذاك الجزء الابيض اللي تيكون الوسط، تتخلي غير القشره وتتخليهم في الظل، تتغسليهم وتتمسحيهم بطبيعه الحال يكونوا ناشفين وتتخليهم في الظل حتى ينشفوا على خاطرهم، وتحتفظي بهم طيله العام ما تتوقع لهم حتى شي حاجه. ومنين تحتاجيهم تتجبديهم. وهذا هو الشكل ديالهم. الا ما كنتيش مجفاهم في الدار راهم متواجدين عند العطارين، قولي ليه القشور ديال الرمان غادي يعطيهم لك. متواجدين عند جميع العطارين. كما يمكن لكم تستعملوا في هذه الوصفه قشور ديال الرمان طازجه. يعني الا كنتوا بغيتوا تستعملوا هذه الوصفه في موسم الرمان يمكن لكم تاخذوا قشور ديال الرمان طازجه في هذه الوصفه. قشور الرمان لها فوائد كثيرة للشعر والبشرة، بحيث أنها تتغذي لنا بصيلات وجذور الشعر وتتساعد على النمو ديال الشعر وتكثيفه، وكذلك القضاء على الشيب اللي تيضايق الكثير منا. السلام. سنحتاج على بركة الله إلى قشور رمان جافة وإلى زيت الزيتون البكر. يمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون عادي وإلى كمية من الماء. زيت الزيتون البكر بزاف ديال الأخوات سولوني عليه شنو هو زيت الزيتون البكر وشنو الفرق بين زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون العادية. زيت الزيتون البكر هو اللي تيتم إنتاجه من أول عصرة ديال الزيتون، يعني أول عصرة ديال الزيتون تيهبط هذاك هو زيت الزيتون البكر، وتيكون أقل حموضة وتيكون أكثر نقاء. هذا هو الفرق بينه وبين زيت الزيتون العادية. وكما قلت لكم الا ما متوفرش في هذه الوصفه يمكن لكم تعوضوه بزيت الزيتون العاديه. نبداو على بركه الله. في هذا الكاسرول تنوضع القشور ديال الرمان ديالي وتنضيف ليهم الماء الكافي حتى يتغطى، والكميه تتبقى حسب طول الشعر ديالكم وكذلك حسب كثافه الشيب، واش قليل ولا كتير. يعني تديروا في هذه الوصفه هذه عينكم ميزانكم. وتنوضعوا هذا الخليط على النار يكون مغطي والنار تكون مهيله. تنأكد على الكاسرول تكون مغطيه باش داك الفوائد ديال الوصفه ما تضيعش لينا. هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما غلينا حتى الكميه ديال الماء تتنقص فيه وتتولي داك قشور الرمان تتولي هشه. ودابا غادي نغطيه وغنخليه حتى يبرد لينا على خاطرو. ضروري ما نغطيوه حتى يبرد باش داك الفوائد تبقى فيه. من بعد ما برد ليا الخليط ديالي دابا غادي نوريكم اول طريقه للاستعمال ديالو. غادي نجيب على بركه الله هاد الصفايه هادي وغادي نصفيه باش نحصل على الماء ديالو بهاد الطريقه. كما تلاحظوا معايا راني تنصفي هاد الخليط ديالي وغادي ناخذ غير الماء ديالو وغادي نوضعو في هاد البخاخ هذا. وطريقه الاستعمال ديالو كالتالي:
هذا الماء هذا اللي في البخاخ وتنقرش به الشعر ديالي، يعني يمكن لكم تستعملوا هذه الطريقه هذه يوميا. تتبقى سهله تتوجدوا هذه الخلطه هذه وتاخذوا الماء ديالها وتتبقاو ترشوا بها يوميا. ممكن انكم تغسلوا نهار نهار لا. تتبقى هذه الوصفه هذه عمليه وسهله، تنحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع او حتى الاسبوع ونصف. ما تيوقع عليها والو كما ان تطبيقها سهل وبدون رائحه، وصدقوني مع المداومه غتخلصوا من الشيب تماما. وندوزو للطريقه الثانيه وهي كالتالي. عندي هنايا هاد القشور ديال الرمان اللي طيبت احتفظت بهم، وعندي هنايا داك الماء ديال الرمان اللي صفيت ما وضعتوش كامل في هاد البخاخ، احتفظت بنصف ديال الكميه. غادي نزيدو على هاد القشور ديال الرمان وغادي نطحن هاد المكونين جيدا. غادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي، غادي يطحنوا دغيا دغيا الا القشور ديال الرمان من بعد ما طابت ولات لينه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طحنتو. تنحصلوا على هذا القوام الكريمي، راه دغيا تيطحن لينا لان كما قلت لكم القشور ديال الرمان من بعد ما تطيب تتولي لينه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طحنتو في الخلاط الكهربائي. تنحصلوا على هذا الخليط ما ثقيل ما خفيف، واخا ما طحنش لكم 100% ماشي مشكل، هذا القوام راه مزيان. ودابا عاد غادي نضيف ليه هذاك زيت الزيتون البكر. تنضيف 1-2 معالق صغيره تكون مملوءه، يعني ملعقه كبيره مملوءه. والا كان الشعر ديالكم ناشف بزاف يمكن لكم تضيفوا حتى 2 معالق كبيره. ما تخافوش من زيت الزيتون، بالعكس زيت الزيتون مفيد جدا للشعر. ضيفوا الكميه عندكم ميزانكم على حسب كميه ديال الخليط ديال العجينه ديال الرمان. غنضيفوا زيت الزيتون وغنخلطوا هاد المكونين جيدا حتى الانسجام. تنطبقوا هذا الخليط على الشعر ديالنا من الجذور حتى الاطراف، وتركزوا على المناطق اللي فيها الشيب. وإلا بغيتو تضربوا عصفورين بحجر واحد، يعني تخلصوا من الشيب وتحصلوا على اللون الاكاجو الرائع، ما عليكم غير تضيفوا لهاد الخليط الحناء الخاصه بالشعر واللي تتعطي هاد اللون، يعني يكون مصور فيها هاد اللون كما في هاد العلبه. تنضيفوها للخليط وتنخلطوها مع بالماء اللي غلينا فيه الرمان، وتتغلفوا الشعر ديالكم بهاد البوني، راهم متواجدين في الاسواق ما تيتعداوش 5 دراهم. وإلا ما توفرش غلفوا غير بشي بلاستيكه. الحناء الدور ديالها انها تتعزز اللون، تتثبتو وتتحارب الشيب، وخصوصا الشيب المبكر. يعني يمكن لكم تستعملوا هذه الوصفه حتى في مرحله الشباب لمحاربه الشيب، لانها تتحافظ على لون الشعر ما تتخليش مجال الشيب المبكر. ومنين تنطبقوا هذه الوصفه وتنديروا البوني تنخليوه على الشعر من 40 دقيقه الى ساعه، وتنغسلوا الشعر ديالنا عادي كما تنغسلوه دائما. وملاحظه ضروري من تطبقوا الوصفه ديروا شي قفازات على يديكم او طبقوها بشي فرشات، لان ما تتحيدش من اليدين بسهوله. صدقوني غادي تنبهروا بالنتيجه، غادي تبان لكم النتيجه من اول استعمال. لكن الشيء بكثره يمكن لكم تستعملوا هذه الوصفه حتى يوميا. ووصفه البخاخ الا بغيتو ديروها الا ما بغيتوش ديروها يمكن لكم ديروا غير هذه الوصفه هذه، يعني تطحنوا المكونين الماء والقشور ديال الرمان وتزيدوا عليهم زيت الزيتون وتبقاو تطبقوه على شعركم يوميا. الا كان عندكم يعني شيب كتير ولا ما كانش كتير يمكن لكم ديروها حتى ل3 مرات في الاسبوع. وهذاك البخاخ يمكن لكم تبقاو ترشوا به الشعر ديالكم نهار ونهار لا. وكما قلت لكم ماشي ضروري تغسلوا شعركم يوميا. مثلا انت في المنزل ديالك يمكن لك ديري نهار ونهار الثاني حتى النهار الثالث عاد تغسلي الشعر ديالك باش يثبت لينا اللون ديال الشعر. يعني هاد الوصفه البخاخ مكمله لوصفه القشور الرمان وزيت الزيتون. وهذه هي الوصفه ديالنا، تتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، راها مضمونه ومجربه 100%. غير جربوها وردوا عليا الاخبار. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بواحد اللايك، وإلا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه تندعوكم الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى الفيديو القادم بحول الله، في امان الله.